Buon salve a tutti, benvenuti alla terza puntata del primo livello di italiano. أهلا بكم في ثالث حلقة للكورس الإيطالي أول ليفل A1. اتكلمنا في أول حلقة عن الألفابيتو إيطاليانو، اتكلمنا في تاني حلقة على بعض شروط النطق. النهاردة حابين مع بعضينا نكمل بقية شروط النطق الإيطالية. ايه هي باقي الحاجات اللي باقية قليلة جدا، لكن صدقوني بتفرق جدا لما ببتدي اقولها بطريقة سليمة وصحيحة وانطق الكلمات صح. خلينا نعمل كده بسرعة ريباسو عن الحاجات اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت. احنا المرة اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا ان احنا عندنا اول حاجة الاس لما بتكون دوي فوكالي بتتنطق ز، او اللي سميناها الاس سونورا. الاس سونورا زي مثلا كازا، كوزا، ايزولا، فازو، كل ده بتتنطق ز ز ز ز، يبقى الز الاس سونورا. وعملنا اللي احنا عندنا سونو دورو وسونو دولشي. قلنا السونو دورو والسونو دولشي بتبقى اساسا مع حرف الشي او الجي زائد الحروف المتحركه. وقلنا الحروف المتحركه اللي هي ايه؟ برافيسيمي، الا والاي والاي والاو والاو. ا اي اي او او. الشي مع الاي والاي ده سونو دولشي، زي مثلا تشينا، تشي تشي، السونو دولشي تشي، تشينا وتشينا، تشينا وتشينا. وانا مع السونو دورو اللي هي مع الا والاو والاو، زي عندنا كا كازا، كو كومودينو، كو كوتشينا او كوكو. وعندنا بعد كده حاجه زياده التشي والاكا مع الاي والاي. حولنا الاي والاي من سونو دولشي لسونو دورو، زي كي وكي، كيزا كيافي، وكي زي فورميكي وباركي. مع الجي نفس الكلام، مع الاي والاي سونو دولشي، الجي بتنطق جي في السونو دولشي زي جيلاتو او جي جيرافا. طب السونو دورو الجي بتنطق جيم ج ج ج، زي جا جاتو، جو جوما، جو جوفو. وبرضه نفس الكلام الجي مع الاكا وبعديها اي او اي تتحول لسونو دورو، بقت بدل ما هي بقت جي وجي بتنطق جي او جي. اوكي، ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت، وهتشوفوها هتلاقوا اللينك فوق هنا. بعد كده عندنا حروف يعني حرفين مقطع بيتنطق بنطق واحد، يعني المقطع ده ما ينفعش يتقسم دايما. عندنا مثلا اول حاجه الجي والان، الجي والان، جي وان بتنطق نيا 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 ن، اللسان في حلق البق نيا نيا نيا، زي لافانيا لافانيا، يبقى عندي نيا نيو نيو ني، لافانيا نيومو اوني. اوكي، ognuno، كل دي نيا نيا. بانيو بانيو. طب ايه المقطع التاني؟ المقطع التاني متكون من 3 حروف، هي جي والال والاي. جي وال واي بتتقل لي لي، وهنشوف الحلقه الجايه اللي هي هتبقى موجوده في الارتيكل او في اداه التعريف اللي هتستخدم كاداه تعريف. فالجي والاي والال والاي بتتقل لي، زي مثلا مليو مليو، اليو اليو، فاميليا، مليوني. اوكي، كل دول ليا ليا. برضو ال اللسان بيبقى لازق في حلق البق من فوق. لو انتوا لاحظتوا في النيا واليا الجي ليها وظيفه معينه، هي بتقل الحرف اللي بعديها. انما ل ون كي نيا ولي لي، اللي ايه بتتقلي، بس بالجي قبليه اللي بتقلها اكتر، بثبت اللسان شويه في حلق البق. طب عندي حاجات تانية زي الاس والشي والحروف المتحركه، بس مش الحروف المتحركه كلها، ان احنا الاس والشي مع الدورو او الدولشي. الدورو هتبقى زي ما هي، يعني الاس والاس والشي والاب بتتسكا، الاس والشي والاو بتتسكو، الاس والشي والاو بتتسكو، الاس والشي والاكا والاي بتتسكي، الاس والشي والاكا والاي بتتسكي.
اوكي، مفيش اي مشكله، مفيش اي تغيير، مش هتغير اي حاجه. الاس هتنطق اس عادي. طب ايه المشكله بتاعتنا او وجع لنا دماغنا ليه في الحوار ده كله؟ بكل بساطه الاس مع السوونو دولش بتاع الشي، سوونو دولش بتاع الشي زي اس تشي اي واس تشي اي. بتنطق ازاي؟ ما بقولش الستشي لا، ما فيش حاجه اسمها الكلام ده، وما فيهاش التشي، ما فيش التي خالص دي. اوكي، دي بشيل التي خالص، والاس اكنها اوكي، فالاس والشي والاي بتنطق شي زي شندره. اوكي، اعملوا كده شي. ايوه، ركز كده، لازم تخلي بالك من البق. شندره. طب الاس والشي والاي بتنطق شي. شليره او شوليره. اوكي، اس والشي والاي بتنطق شي، اس والشي والاي بتنطق شي. تمام؟ فيها حاجه صعبه؟ العمليه بسيطه خالص، سهله خالص. تقريبا هو دول كلهم شروط النطق. بفكركم الحلقه الجايه مهمه جدا، هيبقى هنعرف ايه هي الحاجات المسكيله، ايه الحاجات المذكر، وايه الحاجات المؤنث، وايه الحاجات الجمع، وايه الحاجات المفرد، وامتى بستخدم ده وامتى بستخدم ده. هيبقى حلقه دسمه مليانه معلومات كتيره، مش صعبه، بس يفضل طول ما انت قاعد تبقى معاك ورقه وقلم وبتكتب ورايا، ان الحاجات دي مهمه، ما بتتغيرش، دي اساسيات عمرها ما هتتغير مع اي ليفل، ومع اي مهما انت كنت تتكلم ايطالي لازم تكون عارف الحاجات دي عشان تتكلم صح. للاسف في ناس كتيره جدا عارفه الجرامر حلو قوي وبتنطق غلط، وبتتلخبط في الماسكيلي والفيمينيلي والسينجولاري والبلورالي، بتشوه الحاجه اللي هي عارفاها كلها بالكسل في الحاجه الصغيره. فقبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل شير للفيديو عشان الناس اللي حابه تتعلم او الناس اللي موجوده في كل حته. وطبعا الفيديو او السلسله دي كلها مش معموله فقط للناس اللي بتتعلم ايطالي عادي، كمان لو اي حد في ثانوي عام، في سنه اولى، مقدم في مدرسه ايطالي، في ثالثه او في اعدادي دلوقتي بياخدوا كمان الايطالي، كل دي اساسيات لازم تمشي عليها كلك. كل حد بيدرس ايطالي بنوعا ما بطريقه في المدرسه بس عشان انجح، او في طريقه عشان اتعلم الكلام، الحاجات دي اساسيات لا غنى عنها. تمام؟ انتظرونا لا بروسيما فولتا. ايه arrivederci.